السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يبعد عنكم اي شر يا رب، ويشفيكم ويعافيكم ويصلح حالكم وحالنا جميعا يا رب العالمين. النهارده طبعا بقى زي ما انتم شايفين كده، يعني ايه غيرنا النهارده بقى، قلنا نعمل النهارده اكله جميله كده مع بعض ان شاء الله، واكله اقتصاديه وموفره جدا. ومش كل مره بقى هنعمل حاجه مكلفه، يعني ايه، هنحاول ان احنا نمشي مثلا يوم ولا يومين كده في الاسبوع اكله اقتصاديه توفر علينا يعني ايه شويه في المصاريف يعني. زي ما انتم شايفين بقى معانا اكله العدس الجميله دي. احنا عاملين النهارده مع بعض فتة عدس، ان شاء الله تعجبكم، وبطريقه كده سهله وكلها بروتينات وكلها حاجات مفيده جدا، وكلها حاجات كده عناصر غذائيه مفيده قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. وطبعا زي ما انتم شايفين بقى طبق البصل الجميل اللي عليه ليمون بقى، وفتة العدس الجميلة، وطبق برضو عدس كده نشربه كده شوربة عدس كده حلوة تدفي بطننا. هو اي نعم الجو حر اليومين دول، بس يعني في ايام برضو اليوم بيبقى حلو كده مفهوش حر ولا حاجة. فطبعا بقى مقاديرنا مع بعض بسيطة زي ما انتم شايفين كده، ومش مكلفة خالص. معايا هنا العدس، معايا ربع كيلو عدس اصفر، متنقي طبعا حلو. ومعايا بقى كل الحاجات اللي انتم شايفينها دي هنحطها بقى ايه على العدس بتاعنا. معانا البطاطس ومعانا طماطم وشطة خضراء وفلفل اخضر وجزر وبصل، وتوم، كلها حاجات كده مغذية، وحاجات هتبقى مسلوق في مسلوق كده مع بعضه، هتبقى حلوة قوي، وطعم العدس هيبقى جميل معانا، وهيبقى مش مكلف خالص، وفي نفس الوقت تغيير برضو في الاكل. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا بقى الخضار بتاعي بعد ما نضفته، ظبطته بقى زي ما انتم شايفين كده، ونضفت كل حاجة فيه، نضفت البصل وقشرت الثوم وظبطت الدنيا زي ما انتم شايفين كده. وخليته جاهز بقى على ان انا احطه على العدس على طول مباشرة. معايا بقى زي ما انتم شايفين بقى الخضار بتاعنا الجميل ده، ومعايا الفلفل الحامي ده، فلفل يعني مش عايزه اقول لكم على الحرقان بتاعه، يعني حامي جدا. هو اصلا احنا بنسميه شطه سوداني. هو بنسميه كده عشان من كتر اللي هي تبقى حاميه قوي بنسميه مسمينها كده يعني، او هي اسمها كده عامه يعني شطه سوداني. فانا طبعا حطيت 3 قرون كده خفاف كده، يعني ايه مش هفتحهم برضو عشان ما يطلعوش حرقان قوي. وبدأت بقى ان انا غسلت العدس كويس جدا، اهم حاجة المرحلة بتاع غسيل العدس ده اغسله كويس جدا. نزلت بقى بالخضار بتاعنا اللي احنا مقطعينه ده كله على العدس زي ما انتم شايفين بقى كده. مش عايزه اقول لكم ان الطبق العدس ده بيبقى مغذي قد ايه بصراحة، وبيدي الجسم طاقة حلوة جدا يعني، وسعرات برضو حلوة قوي. فيا ريت برضو كل فترة كده نحاول ان احنا نعمل طبق عدس كده حلو، شوربة او اكل او كده. بصراحة بيبقى طعمه حلو جدا. هي في ناس طبعا ما بترتاحش في طعمه، بس يعني عامة الأغلبية بيحبوا العدس يعني، وبيحبوا فتة العدس وشوربة العدس بتبقى مفيدة جدا. طبعا انا حطيت الخضار على العدس، ونزلت بقى بمعلقة كمون ومعلقة فلفل. معايا برضو معلقة ملح. هنزل برضو عليهم بمعلقة بهارات بيضة. معلقة البهارات البيضة دي أو ملح صيني عامة، هو موجود عند العطار يعني، لو عايزة ملح صيني هو بديل للشوربة اللي هي مرقة الدجاج. فبتدي برضو الأكل طعم حلو جدا. احنا برضو ما بنكترش منه يعني، حاجات بسيطة كده بيدي طعم الاكل يعني، بيبقى حلو بيه يعني وكده. معايا العدس بقى لما حطيته على النار، طبعا هو بدأ كده خلاص دخل في سوا، او يعتبر استوى معايا الخضار كله مع بعض اهو، زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا انا في المرحله دي انا هطفي عليه وهسيبه يبرد خالص، عشان برضو ان انا هضربه في الخلاط فما يأثرش معايا في الخلاط، يبقى سخن جدا وكده. فانا في المرحله دي هطفي عليه واسيبه ان هو يبرد براحته كده، وبعدين هبدأ اكمل ايه معاكم. معايا بقى العدس كده بعد ما برد تماما اهو، والخضار بقى فيه وكل حاجة موجودة فيه يعني، بصراحة حلو جدا، وريحته وهو بيستوي برضو جميلة جدا. هبدأ بقى ان انا اجهز في العدس بتاعي. معايا طبعا اول حاجة حلة على النار كده، احط فيها حتة زبدة. هنزل برضو عليها بمعلقتين زيت كده. معايا بقى طبعا شعرية، انا بحب احمر الشعرية كده يعني، انا بحب اعمله بالطريقة دي. في طبعا له كذا طريقة يعني، كل واحد بيبقى ليه طريقة معينة كده، فانا ايه دي الطريقة المعتمدة بتاعتي، ان انا بحمر الشعرية وبنزل عليها بالعدس على طول. هحمر بقى الشعرية بتاعتي، هبدأ ان انا اقلبها مرة ولا مرة كده لحد ما احس ان هي خلاص دخلت في اللون اللي انا عايزاه. اللون اللي هو يبقى غامق شوية، لان طبعا لما العدس بيستوي لونها بيفتح حبة، فانا مش عايزة اللون بتاعها يبقى فاتح. فانا هغمق الدرجة بتاعتها شوية عن ما انا بعمل مثلا الرز وكده، لا،
هديها كمان درجة اغمق من اللي انتوا شايفينها دي، بحيث ان لما العدس يستوي تديني برضو درجة حلوة في السوا، تبقى شكلها حلو، ما تبقاش الشعرية بتاعتي بيضة. طبعا الشعرية اتحمرت، هنزل بقى بالعدس بتاعي، بس هنزل يعني واحدة واحدة، لان في الوقت ده بتبقى الشعرية طبعا النار حامية قوي. والزيت والسمنة طبعا بيبقى درجة الحرارة بتاعتهم عالية، فهنزل بقى بالراحة كده عشان بس ربنا ايه يسترها يعني. طبعا نزلت بالعدس كله زي ما انتوا شايفين اهو. هيغلي بقى معايا وهدي عليه النار، بحيث ان هو الشعرية طبعا مش هتاخد وقت في السوا، ويبدأ ان هو يغلي معايا، وابدأ اجهز الفتة بتاعتي. طبعا انا معايا العيش بتاعي، عيش بلدي كده حلو، اللي هو عيش قمح بس مخبوز في البيت يعني. طبعا انا حمصته في الفرن الاول، وبعد كده بقى قطعته قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. طبعا بيبقى طعمه في الفته حلو جدا، سواء فتة بقى العدس او فتة لحمه او كده، بيبقى طعمه جميل جدا بصراحه. معايا العدس طبعا زي ما انتم شايفين بقى بيغلي اهو، استوى يعتبر كده خلاص تمام جاهز. هبدا بقى ان انا ايه اسقي العيش بتاعي، وابدا اجهز الفته بتاعتي. معايا العيش بقى هنزل عليها بقى بالعدس على طول وهو سخن كده من على النار على طول. طبعا الاكلات بتاع العدس والحاجات اللي هي بتبقى يعني اللي الناس ما بتعملهاش كتير قوي دي، بصراحة بتبقى فارقة مع الواحد كتير يعني. كل فترة كده الواحد بيحب يعمل ايه الأكلة دي، بتحس ان هي تغيير، وفي نفس الوقت ايه تخفض شوية في المصاريف، يعني حاجة توفير كده في وسط الأسبوع. فطبعا احنا بنسقي بقى العدس لحد ما نحس ان العيش اتشرب معانا كله. اهم حاجة بقى نسقي الفتة بتاعتنا كده عدس كتير، ما نبقاش بخلة بقى يعني، نديها عدس على قد ما نقدر يعني، بحيث ان هي تتشرب كويس، وفي نفس الوقت تبقى طرية معانا، ما تبقاش ناشفة، بيبقى طعمها احلى بكتير، وبتديكي نتيجة افضل يعني. هنغطي عليها بقى تتشرب كده كويس، وبعد كده بقى نقدم معانا بقى احلى طبق فتة. بصراحة الفتة دي من الاكلات الحلوة جدا اللي احنا كلنا بنحبها، وفي نفس الوقت يعتبر تغيير في الاكل. طبعا احنا بنحتار دايما نطبخ ايه، فدي بتبقى وصفة برضو حلوة يعني، ممكن تعملها كل اسبوع كل اسبوعين مرة كده. أكلة يعتبر تغيير، وفي نفس الوقت أكلة اقتصادية، وهتوفر علينا برضو كتير، وكلها عناصر غذائية حلوة. هتاكليها بقى مع بصل مخلل كده بليمون، هتاكليها مع مخلل مثلا عادي، طبق شوربة عدس كده جنبه، بتدينا طعم برضو حلو قوي. ويا رب بقى الأكلة بتاعتنا النهاردة تكون عجبتكم وتكون خفيفة عليكم، وما تنسوش بقى اللايك وسبسكرايب للقناة وكومنت حلو كده تحفيزي. ويا رب نشوفكم كده في فيديوهات تانية أحلى وأحلى، وإن شاء الله كده تبقوا بخير دايما، وأشوفكم على خير، ومع السلامة.